يعني مثلث الشرف في هذا البلد ايش هو؟ الله، الوطن، الملك. هذا الوطن كرامتنا، صحيح، والكل حاب يحافظ عليه، وتراب هذا الوطن آخر معاقل كرامتنا. يعني الثوابت عندهم الله، الوطن، الملك والملك. يعني لو تلاحظون اليوم الملك مالك الوطن، والوطن ملك الملك، والله سبحانه وتعالى بعيد عن المعادلة تماما. زين هو يا الله هذا؟ لا، هو اصلا الاله هذا اليوم قاعد نتكلم اليوم بس نسال المسلمين اللي موجودين في المغرب، عفوا بالاردن، الله الوطن الملك. فاهم علي كيف؟ مو الملك مالك الوطن، والوطن ملك الملك، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يملك في الارض؟ طيب لماذا الله دخل بالمعادله؟ ومن هذا الاله الذي يؤيد الملك؟ والمفروض هذا الاله يعني حقيقه طالع تقاعد. بالضبط، هذا الاله طالع تقاعد، ما عنده ولا كلمه، عايف كل الكلام للملك على الارض، للوطن، صح ولا لا؟ يعني تشوفون الله في هذا الشعار الشرف او هذا شعار العار، يثبتون بان الله ليس له اي دور. اله الطواغيت. زين، اله اعطاها الواحد طاغوت، ويقول لك هذه اخر معاقل كرامتنا. زين، الكرامه وين الكرامه؟ هذا سيد الاردنيين كلهم وين الكرامه بهذا الوطن؟ توجد كرامه في هذا الوطن؟ لا توجد كرامه. الصرخات من الاردن اليوم اللي وصلتنا حقيقه السد عين الشمس، السد عين الشمس، الفيديوهات اللي قاعد توصل لنا عن صرخات الناس اللي قاعد يعني تستجير من هذا الظلم اللي موجود هناك. تعرفون لماذا؟ بسبب هذا الشعار، لأن الله سبحانه وتعالى خرج من المعادلة، تركها للملك، الوطن عافى الملك وانتهى الموضوع. ذكرني دكتور، يعني بالله عليك هذا عفوا المفهوم الآن، هذا الموجود المفهوم له علاقة بالإسلام؟ لا، ما له علاقة بالإسلام. ما له أي علاقة بالإسلام. بعد مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه جابوا السبايا المن عبيد الله بن زياد، يعني فدخلت السيدة زينب سلام الله عليه، فايش قال لها عبيد الله بن زياد؟ قالها كيف رأيت فعل الله بطاغيتك الحسين؟ تخيل. زين، هو السؤال من هذا الإله الذي يرى الحسين طاغية؟ قال كيف رأيت فعل الله بطاغيتك الحسين؟ إذا شنو نفهم من هذا دكتور؟ إنه نفهم إنه الطواغيت لديهم إله خاص بهم. فاليوم الله الأرض الملك هذا إله الطاغوت، هذا إله الطاغوت الذي يتم خداع الجماهير به. لأن اليوم الطواغيت بالبلاد العربية دكتور هم يحكمون من خلال الإسلام، يقودون المسلمين، فحتى يعني يقودونهم من خلال الله، من خلال الإسلام، لابد أن يعطوهم إله مزيف، إله يحب الملك. لكن احنا الإله نشوفه هو مع خلفاء الله، يعني مو مع الملوك. الملوك في القرآن مذمومين، لكن نشوف أنه رغم ما يقرؤون القرآن الكريم أهل الأردن أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون. والله جاي ذم أفعال الملوك. أنت كيف الله يكون مع الملك؟ هي نقطة، وهي كارثة. الآن هو نظام الحكم بالإسلام ملوكية. أسأل الأردنيين عمي نظام الحكم بالإسلام شنو هو؟ مو يقولون هو الشورى، وثم يأتي بعد ذلك ملوك جبابرة زين. والله جاي حتى الرسول بالقرآن الكريم يذم الملوك. زين، كيف يعني ربطت الله والأرض والملك؟ قناة ظهر المهدي قد جاءت لتصرخ بالظالمين كفى.